اهلا وسهلا بكم مطبخ مشكور. اليوم لنا وصفه جديده علي وعليكم. راح نسوي تمه الماش بس هي كبسه دجاج. راح استخدم بهاي الوصفه دجاج بعظام، بس انا غسلته بمي وملح بس، لا تخلون اي مواد خل ولا ليمون ولا اي شيء ثاني، لان الخل هو اللي يسوي الزفر بالدجاج. طاوه على النار، شويه زيت، راح اقطع البصل، ندير البصل هنا. هسه اجى وقت الدجاج، راح اسوي له مكان بالطاوه حتى اخليه يحمس كلش زين وياه. كم واحد؟ نعم يكفي. هسه اقلب الدجاج على الوجه الثاني، والدجاج راح يستوي عندنا. راح اشغل النار وبقدر على النار، شويه زيت وادير بيه كل الخضار. راح ندير البهارات، اول شيء الكاري، كركم، كزبره، ملح. واول من تحمس عندنا البهارات راح اضيف الدجاج. عندنا هنا الماش مغسول ومنقعين نص ساعه بالمي، راح نديره فوق الدجاج. راح اضيف المي الحار للماش واخليه يطبخ ويا الدجاج. واساس هذه الوصفه هو تم المشكور، ارز بسمه تسله، حبايه طويله 1121. واكيد التمن هذا على النقاوه والجوده، انا استخدمه وانصحكم تستخدموه. تقريبا عندنا الماش استوى. التمن هنا عندي مغسول ومنقوع مده نص ساعه، راح اديره للماش لان تقريبا عندي استوى. واذا شفتوه بهذا الشكل يحتاج شويه مي، راح اخليه على النار مده 20 دقيقه. وهسه اكيد الكبسه صارت عندنا جاهزه، بس هاي الاكله ما تحب هواي لا قارنش ولا زينه، فالحل الامثل هو راس بصل ويندق بهاي الطريقه. ايش طلع بالبصل اللي صار بيه. وصح هي كبسه، بس شوفوا التمن شلون حبايه واختها، ويا هاي البسبوسه اكيد يحتاج لها مربى مشكور. خلصت وصفتنا لهذا اليوم. هذا البرنامج برعايه وكالات شركه المتسوق. رمضان كريم عليكم.